الكلب ده مش عادي، شكله هادي بس جواه قوة جبارة. الكنجل التركي الكلب اللي بيخاف منه حتى الذئب. اتولد في جبال الأناضول في قلب تركيا وسط البرد والتضاريس الصعبة. هناك كانت حياة الرعاة كلها معتمدة عليه، يحمي الأغنام من الذئاب، من الدببة، ومن أي خطر يقرب منهم. ومن هنا اتكونت أسطورته. الكنجل بقى رمز للشجاعة والوفاء في تركيا، لدرجة إن الحكومة هناك بتعتبره كلب وطني، وممنوع تصديره في بعض المناطق علشان يحافظوا على سلالته الأصلية. تخيل إن عضته بتوصل ل 743 PSI، يعني أقوى من معظم الكلاب في العالم. فكه ممكن يكسر حديد، وسرعته توصل ل50 كيلو في الساعة. جسم ضخم، عضلات بارزة، وشعر سميك بيحميه من البرد والعضات. لونه دايما رمادي أو رملي، وعلامته المميزة السواد حوالين فمه وأذنه. لكن اللي بيميز الكنجل مش بس القوة، ده كلب ذكي جدا، بيقدر يميز بين الصديق والعدو، ودايما بيحسبها قبل ما يهاجم. عنده إحساس عالي بالخطر، وبيتصرف لوحده من غير ما يستنى أمر. في تركيا بيقولوا إن الذئب ما يقربش من القطيع لو شم ريحة الكنجل، واللي جرب يواجهه عارف إن ده مش مجرد كلب. الكنجل التركي بقى النهاردة موجود في دول كتير، بيستخدموه للحراسة، للشرطة، وللحماية الشخصية. ومع كل انتشاره لسه أصله من هناك، من جبال الأناضول اللي بدأت منها الحكاية. الكنجل حارس من زمن الأساطير، قوي، وفي، وشجاع لآخر نفس. الكلب اللي ما بيخافش من الموت علشان يحمي اللي بيحبه. ده هو الكنجل التركي.